بعد خساره الاهلي من طلائع الجيش، اوعى حد يفتكر ان خلاص خلصت والبطوله خلصت. الزمالك لازم يبص في ورقته وبس، يبص على ماتشاته وبس. الثلاث نقط بتوع انبي لازم مهم جدا يجوا. مش هنقبل ولا حتى بالتعادل. لازم تكسب، لازم توسع الفجوه اكتر واكتر، لازم الفرق يفضل يبقى 6 مش 3. اوعى تتغر ان الاهلي خسر. وخد بالك، سهل قوي الحكم يعطلك، سهل جدا تضغط اكتر من كده وتلاقي نفسك بتتزنق اكتر والحكام بتيجي عليك اكتر. لو الاهلي مش هو اللي اتعثر، لو كان اللي اتعثر الزمالك او بيراميدز كنا قلنا خلاص خرج من المنافسه. انما الاهلي غير، مش عشان الاهلي والتاريخ والفانله الحمراء وروح الفانله الحمراء، عنده 1000 واحد بيسنده، من اتحاد كوره لرابطه الانديه للجنه التظلمات، لكل الناس اللي بيفاجئوك بحاجات مش موجوده في اللوائح ولا موجوده في القوانين. وبالتالي ما تبصش غير على نفسك، تركز على الثلاث نقط بتوع انبي، وكل ماتش تركز على الثلاث نقط وبس، وتسد ودانك. انت ما تحتفلش، انت ما عملتش اي حاجه. لما تاخد البطوله نبقى نحتفل. لحد دلوقتي انت ما عملتش اي حاجه. انت لو خسرت انبي ولسه عندك الاهلي وعندك بيراميدز، انت ممكن تخسر الاثنين وتفنش رابع. حتى دوري الابطال ما تطولوش، وفي فرقتك وفي الثلاث نقط، ومالكش دعوه بترتيب الجدول. ترتيب الجدول تبص عليه امتى؟ اخر ماتش. انت لسه هتقابل الاهلي وبيراميدز، دول ماتشين ب6 نقط، دول لوحدهم سهل جدا يخلوا الرابع اول والاول رابع. مالكش دعوه بحد، ركز بس في طريقك انت بس. عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبك.